رب إني أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. رب لقد ضعفت ولا غيرك يقويني، لقد يئست ولم أفقد فيك يقيني. يا ربي أرح قلبي فإنك تعلم وهم لا يعلمون. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين الطاجن اللي معايا دي النهاردة؟ دي كرش، طاجن كرشة بالبطاطس. ولما نقول كرشة بتوع يقعدوا في جنب. الكرشة ديت لو انت بتعملي رجيم، الكرشة دي الحل الأمثل ليك. هتقولي لي فيها دهون، فيها مش عارفه ايه، هقولك لا، الدهون والسعرات الحرارية فيها قليل، وبينصح بيها الدكاترة بتوع الدكاترة بتوع التخسيس. فيها فيتامينات ومعادن وبروتينات لا حصر له، بتعزز المناعة، بتقلل الألم في المفاصل، وكمان فيها فيتامين سي. تعالوا معايا نشوف عملناها ازاي، وازاي هنغسلها، وازاي هننقعها، وازاي هنخليها في فله شمعة منور. دلوقتي انا جبتها قطعة واحدة على بعض من الكيلو من الكرش. جبتها قطعة واحدة وجبتها طبعا متنضفة. عايزة تنضفيها بتحطها في مية سخنة، وبتبتدي تجروديها كده بالسكينة واحدة واحدة، هتطلع معاكي الطبقة السوداء اللي موجودة فيها. بعد كده هقطعها مكعبات زي ما انتوا شفتوها كده، وهنقعها في دقيق وسكر وملح، وكمان شوية خل، وهمسكها يعني كأنك بتغسلي هدوم. بتمسكيها كده وبتدعكيها دعكة محترمة زي ما انتوا شايفين معايا، وبتركنيها على جنب. عايزة تعمليها قبلها بيوم، عايزة تبيتها في التلاجة، عايزة تعمليها قبلها بساعتين 3، انت وراحتك. كده كده مش هتلاقي فيها اي ريحة بعد النقعة اللي قلتلكوا عليها دي. جربوها وهتشوفوا انا اقصد ايه. بعد كده بجيب 3 بصلات كبار، ومعايا ملح وفلفل وكمون. استنوا، ما حطيتش ملح، معايا فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، و7 بهارات. وبعد كده قلبتهم في بعض، وكمان حطيت معاهم قرفة وجنزبيل وسكر. وبعد كده قلبتهم في بعض. دول 3 بصلات كبار، ما تستغربوش من كمية البصل الكتير. دلوقتي هجيب حلة وهنزل بالكرشة بتاعتنا. عايزة الحلة تبقى سخنة بتغلي، وهنزل بالكرشة زي ما انتوا شايفين كده. هديلها تقليبة، وهديلها كمان نص كمية البصل او 3/4 كمية البصل. كده كده البصل معاكي هيدوب ومش هتشوفيه اصلا، يعني هيختفي معاكي. كمية البصل ديت هتديلها طعم كويس، وطبعا هتزودها قيمة فوق القيمة اللي بتاعتها. بعد كده هديها كده تقليبة، وهسيبها. ومش ما تحطش اي مية عليها، سيبها كده، هي الكرشة هتبج المية بتاعتها، وهتشوفي ان هي هتبقى فيها كمية مية كتير. كرشة معاكي لو صغيرة مش هتحتاج مية، لو كبيرة هتحتاج منك مية. هتشوفوا هي انا جايباها صغيرة مش هتحتاج مني مية. في حلة تانية نعمل التخديلة بتاعتها. هننزل بمقلعة زيت مش سمن، زيت عشان تبقى خفيفة معانا، لان هي فيها نسبة دهون بسيطة، بس برضه عشان يبقى ايه لو انت بتعملي رجيم ولا حاجة. وهنزل بمقلعة توم، وهسيبها لما اشم الريحة بتاعة التوم. هروح نازلة بكمية البصل اللي انا سبته في جنب. باقي الكمية بتاعة البصل، هنا بصل وهنا بصل، هنا بصل وهنا بصل. البصلاية بتاعة الزيت هتختفي معاكي، مش هتشوفيها لما تتحمر، تدي كده تحميرة محترمة. والبصلاية اللي بتتسلق معاكي برضو مش هتشوفيها، لان هي هتتسلق وهتتهري، مش هتشوفيها اصلا. بعد كده هشوح البصلايه مع التومية. لو انت حابه ان انت بتتحكمي في الطعم اللي انت عايزاه يكون طافي. لو حابه ان يكون طعم البصل طافي معاكي بتحطي البصل على الزيت الاول. لو حابه تكون طعم الاكله فيها توم كتير بتحطي التوم قبل البصل زي ما انا عملت. بعد كده هنزل بعصير 4 طماطميات كبار. عايزه تقللي الطماطم انت وراحتك برضو. وهسيب كده التخديله مع بعض تستوي. شايفين انا هنا اهوت بوريكم، شايفين كميه الميه؟ انا ما حطيتش ميه، الميه ديت خارجه من الكرشه ذات نفسها، هي بتفك الميه بتاعتها
وبتستوي بالمية بتاعتها بقى زي ما بيقولوا بعرقها، بس عرقها كتير شوية. بعد ما الصلصة غليت معايا بنزل بالحلة اللي فيها الكرشة معي، وبحط لها بطاطسية كده، ده اختياري يعني براحتك، مش عايزة تحطيها مش ما تحطيهاش، بس عشان احنا هنستعملها كأنها غاموس فبحط البطاطسية واختصر الكلام. وبعد كده بضيف الملح بس كده، وغرفنا احلى طبق رز مع احلى طاجن كرشة بالبطاطس. واعمليها بالطريقة اللي انا عملتها ديت، وقولي لي رأيكم ايه في الكومنتات، وادعموني باللايك والشير وكومنت حلو زيكم، وسلام عليكم.